الانتصارات يتواصل بنادي الفتح، هي ثقافة أعتقد أنها جيدة بالنسبة لكم كلاعبين. ألف مبروك كابتن. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. مجهود العيال ما قصروا والله، تعبنا داخل الملعب، تعبنا في التمارين، تعبنا ضغط مباريات. الحمد لله ثمرنا اللي هو الفوز على نادي الرائد. نادي الرائد ما قصروا، ونادي قوي والله، والحمد لله على كل حال. كابتن، مع نهاية المباراة يعني كان ضغط كبير عليك، في كان تخوف من إحراز هدف التعادل بالنسبة للرائد؟ اكيد يعني ان كل شيء وارد في كرة القدم، ما تدري في اي دقيقة ان يكون يسجلون فينا هدف ولا شيء. عندنا الحرص انه ما يتسجل فينا لاخر دقيقة، وهذه الاستراتيجية اللي هي حطها المدرب باللعب لين اخر دقيقة في المباراة. كابتن، المباراة القادمة مباراة ايضا قوية امام الاتحاد. مباراة قدام الشباب او الشباب عفوا. اكيد مباراة قوية، فريق قوي، متصدر الدوري، صاحب المركز الاول العام اللي ماخذ الدوري. لكن مباراة قوية ان شاء الله نستعد لها استعداد قوي، وان شاء الله النتيجة ترضينا ان شاء الله. اصبحت الثقة عالية عندك كابتن بعد الانتصارات، بعد تقديم المستوى. اكيد انتصار اللي يجيب الانتصار الثاني بعد ان شاء الله الجاية بعد احسن. يعطيك العافية. شكرا لعبد الله العويشير حارس فريق الفتح الذي قدم مباراة كبيرة وتصدى لكثير من هجمات مهاجمي نادي الرائد. فقط الكابتن ريان بلال كان يعني مصاب قبل قليل، وحمل على يعني الدكتور النادي. سألت دكتور النادي عن الإصابة، طبعا هي إصابة عبارة عن كدمة قوية في مفصل القدم اليمنى. نتحول مباشرة إلى الزميل فيصل القحطاني. فيصل تفضل.